في الفيديو ده هقولك اكلك نومك يومك المفروض يبقى عامل ازاي، علشان فيه ثغرات ونقط ثعبانية ممكن تعدي منك فتقع فيها، عشان مفيش حاجة تلمس ولا تأثر على تركيزك لا من قريب ولا من بعيد. انا همشي معاك واحدة واحدة من اول الفترة اللي احنا فيها دلوقتي اللي احنا بنحضر للامتحانات، لقبل انت بتنام اهو وصاحي رايح الامتحان اللي هو قبل الامتحان بيوم، للصبح وانت رايح الامتحان ايه اللي المفروض تاخد بالك منه وايه اللي المفروض تعمله، وكمان وانت جوه الامتحان ايه اللي ممكن يحصل يأثر على تركيزك وازاي تتفاداه. نقط وحفر ثعبانية كده لازم تبقى عارفها عشان تعرف تتفاداها، لكن لو انت مش عارفها للأسف لا قدر الله ممكن تهدلك الدنيا كلها، وهي حاجات عبيطة اصلا. بس اللي يفرق واحد عن التاني الشخص اللي عارفها وعيلها وشخص تاني ما يعرفهاش. ويلكم بستاتي، اهلا بيكم فيديو جديد. لو انت اول مرة تشوفني فانتوا بستاتي علشان بحكي لكم كل حاجة وكل تجربة انا استفدت منها او اتضريت منها عشان انتوا كمان ما تتضروش. فما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك من القناه لو انت مهتم بمحتوى القناه. انستجرام بنتكلم وندردش مع بعض فيه. يلا بينا نبدا الفيديو. مشروبك اللذيذ روق وركز معايا. الفتره اللي انت فيها دلوقتي بتاعت قبل الامتحانات ايه اللي المفروض تاخد بالك منه؟ شوف احنا بنركز بايه. اذا عقلنا لازم يبقى سليم، لازم الذاكره بتاعتنا تكون قويه. اللي هو اعمل ايه؟ طيب المخ بيتغذى على حاجتين، المية والاكسجين، فلازم تاخد بالك ان انت تتنفس صح. شوف تمارين التنفس واعملها، اشرب مية كويس جدا، تاكل حاجات بتقوي الذاكرة زي حبة البركة وعين الجمل المكسرات، وتاكل سمك اوميجا 3 بقى، حاجات كتير فيها فيتامينز لازم تاخد بالك منها. ما تبقاش حياتك عايشة على قهوة وبسكوت، ولا هجيب دومتي باتيه من هنا، ولا ما ينفعش. ما ينفعش انت في وقت عايزين ده يبقى سليم، عايزين ده يبقى بالمسطرة متغذي على الدومتي والاندومي والحاجات دي اول حاجة. يبقى مية، اكل صحي، رياضة. ليه رياضة؟ العقل السليم في الجسم السليم. جسمك سليم، بتتمرن، بتنشط الدورة الدموية في جسمك، اذا عقلك شغال حلو. انك روحانيا تبقى قلبك يبقى مطمن، علاقتك بربنا تبقى قوية جدا جدا جدا، اقوى من علاقة اي حاجة في الدنيا، اقوى من علاقتك بمامتك وباباك. شوف علاقتك بربنا لازم عشان ربنا يوفقك ويشرح لك صدرك ويستجيب لدعوتك ان شاء الله. رايح الامتحان مطبق، التركيز والسهر ما بيجتمعوش مع بعض، ما يعرفوش بعض، ده هنا وده هنا، ده فوق ده تحت، ما بيجتمعوش مع بعض ابدا. عايز تركز تركيزك يبقى كامل لازم تبقى نايم ال8 ساعات بتوعك. سهر نو واي، سهر بالنسبه لي بلوك. كل مع ان انا بحب الليل جدا والله وبحب السهر، بحس بهدوء كده، لكن لما جربته ولقيت النتيجه دي كرهته. فاحسن وقت وافضل وقت بتاع الناجحين اللي قلت لك عليه المره اللي فاتت، تنام 9 أو 10 بالكتير وتصحى 5 الفجر. وفي ناس بتصحى 3 الفجر 4 الفجر. الاوقات دي سحر، تركيز، قوة، نشاط، حيوية، بركة، كل حاجة. يبقى كده اكل شرب نوم، علاقة روحية مع ربنا. وطبعا ان انت ترتب وقتك والحاجات دي كلها ده شيء مفروغ منه. ترتب وقتك ومذاكرتك وتحل امتحانات، دي حاجات احنا اتكلمنا فيها في الفيديوهات اللي فاتت، هسيبها لك تحت في الديسكريبشن لو ما شفتهاش لازم تروح تشوفها. طيب قبل الامتحان بيوم، اولا في الفترة دي انا عايزاك تدرب نفسك، ولازم تحط في دماغك كده حتى لو ما اتدربتش، ده لازم يتعمل يا باشا، مفهوش مفر. ايه بقى ده؟ ان لو الدنيا اتطربقت حواليك، في زلزال بره، في صواريخ بتتضرب بره، انت لازم تركز في ورقه الامتحان، ما يشغلكش. ما فيش حاجه تخليك تعمل كده، وهقول لك ليه بعد شويه. عشان في حاجات بتحصل داخل لجنه الامتحان بتاثر على تركيزك بشكل كبير قوي. طيب بس هقول لك قبل الامتحان انت المفروض تعمل ايه. انت خلاص اهو بكره عليك امتحان، بكره عليك امتحان، تعمل ايه اليوم ده؟ طبعا تراجع، تحل امتحانات،
مالكش دعوه بالاشخاص اللي بيدوك طاقه سلبيه، احنا مش هنخلص، احنا معرفش ايه، طب الامتحان معرفش إيه. سيبك من كل الاشخاص السلبيه دي خالص. ما تفتحش السوشيال ميديا. كل وقتك يبقى مع مراجعاتك وذكر ربنا ودعائك لربنا بس، وتنام بدري. طب قبل ما تنام تعمل ايه؟ تبقى محضر اللبس اللي هتروح بيه بكره الامتحان، تبقى معاك كل ادواتك، بدل القلم الجاف معاك 2 تحسبا ان ممكن قلم يشطب منك في الامتحان، فانت ما فيش وقت تقعد تدور، انت محتاج تحل، انت محتاج كل ثانيه في الامتحان. تمام. معاك قلم رصاص، معاك السنون بتاعتك، معاك المسطره، معاك ازازه الميه بتاعتك، علشان في ناس من كتر القلق عطشانه انا عايزه اشرب دلوقتي، فانا اكيد مش هتبقى كل دي يعني، بس ازازه الميه تكون معاك، الاستيكه، قلمين جاف، قلم رصاص، والسنون، الاستيكه، الآلة الحاسبة، اي حاجه انت من قريب او من بعيد هتحتاجها. تحط كل ده في شنطتك قبل ما تنام، مش الصبح وانت رايح. بص حبيبي، شندوتشاتك في ايدك، قلمك ومسطرتك في كيسك، مذاكرتك في دماغك، مطوتك في جيبك. اللي يقول لك غششني قطعه، اوعاك تغشش حد. حاضر يا مامي. غش انت. 4 جنيه. بس احنا حضرنا اللبس، حضرنا الشنطه، نيجي الصبح بقى نصحى قبل الامتحان. نصحى احنا خلاص، احنا عارفين اننا ضد السهر تماما يعني. احنا خلاص، مثلا عندي امتحان الساعة 9، انا صاحي 5 الفجر، صليت الفجر، براجع على اللي انا ذاكرته، ما بفتحش السوشيال ميديا، ماليش دعوة بتوتر والقلق اللي الناس بتعمله، ماليش دعوة بيه، مش دعوة من اللي بيصوت واللي مش رايح الامتحان واللي كده. ركز مع نفسك، هدوء، انت في عالم لوحدك. اوكي. والصبح بقى، الصبح تمشي قبل ميعاد امتحانك بساعتين. يعني انا خلاص لابس وكله تمام، انا امتحاني الساعه 9، انت لازم تبقى على حسب طريقك طبعا، يعني لو انت مثلا طريقك بياخد ساعه انزل قبلها بساعتين، لو طريقك بياخد نص ساعه انزل قبلها بساعه، يبقى كده ساعة ونص. لازم يبقى معاك مسافة كبيرة، ما تبقاش ميعادك الساعة 9 هناك وانت متحرك مثلا في الميعاد بالظبط اللي انت هتوصل فيه. لا ده انت في امتحان، محتاج تمشي على مهلك، ما تتوترش. لو حصلت اي مشكلة في الطريق، حد معدي معرفش ايه وقف الطريق، حصل لا قدر الله حادثة في الطريق، الباص اللي انت راكبه عطل، تبقى عامل حسابك لأي حاجة ممكن تحصل، فانت نازل قبل الامتحان بساعتين، فانت معاك مساحه لو اي حاجه حصلت انت تمام، انت في الامان، مش هتتوتر. والله وصلت بدري، حلو جدا، اقعد على جنب واقعد راجع، حلو. فلازم يبقى معانا محضرين حاجتنا قبل ما ننام، صاحيين 5 الصبح، مصليين ومراجعين ونازلين قبل ميعادنا بساعتين، وفاطرين ومعانا ميتنا ومعانا كل ادواتنا اللي ممكن نحتاجها. ملناش دعوه بالسوشيال ميديا ولا من قريب ولا من بعيد، مش ناقصين طاقه سلبيه. امال ليا دعوه بايه؟ انا مركز في مذاكرتي ودعائي لربنا وقلبي مع ربنا، وانا ماشي اقرا قران، اقول لا حول ولا قوه الا بالله، اذكر ربنا كتير. هو ده اللي انا اعمله، انا مع ربنا ومذاكرتي وبس. حلو. ايه بقى اللي ممكن يحصل داخل لجنه الامتحان؟ انا امتحنت وشفت، طيب حاجات وارد انها تحصل داخل لجنه الامتحان تسحب تركيزك. خلي بالك ايه بقى؟ ان يبقى في دوشه من اي نوع بقى، حد بيخبط جنبكم، اللجنه رجلين راحه جايه فيها، مش عارفه اركز، في دوشه، المراقبين مش مبطلين لت وعجن مع بعض، واحد عمال يعيط خايف من الامتحان ومتوتر وعمال يعيط ويعمل صوت عالي، واحده اغمى عليها معرفش ايه. بص، ان كان ده حصل، انت مش مسؤوليتك ان انت اللي تقوم وتشوف، دي مسؤوليه المراقبين. ليه؟ علشان مش هيوقفوا لك وقت الامتحان ولا هيدوا لك وقت زياده لو حصل اي حاجه. الامتحان ساعتين يعني ساعتين، الامتحان ساعه يعني ساعه، انسى. فانت كل تركيزك يبقى في ورقه الامتحان. حاجه عماله تشد تركيزك، انت اهو مركز في الورقه. فين الورقه؟ حاجه عماله تشد فيك، تشد انتباهك، ما اعرفش حصل ايه، انت هنا، انت عايش، نضارتك، ورقتك، قلمك وورقه الامتحان بتاعتك، وانت هنا. الدنيا بتولع هنا، انا هنا، ماليش دعوه بحد، انا هنا. حلو.
لو انت ما بتشوفش غير بالنضاره، قبل ما تنام لازم تحط نضارتك في شنطتك، عشان في ناس بجد ما بتعرفش تركز من غير نضاره، وانا منهم بصراحه. وانت رايح الامتحان حاجه مهمه نسيت اقولك عليها، لازم يبقى معاك ساعه. ليه بقى؟ ليه لازم يبقى معايا ساعه؟ عشان الوقت ما يسرحش بيا، ما اقعدش متوتر طول اللجنه. طب هو فاضل قد ايه؟ الساعه فين؟ الساعه كام؟ الساعه كام؟ عارفين الناس اللي في اللجنه دي هو فاضل قد ايه؟ الناس دي بجد بتبقى مزعجه جدا، واصلا بتبقى متوتره، وده بياخد من وقتها كتير. فانا ليه؟ انا معايا ساعتي وحاسب وقتي وعارف ده ياخد مني قد ايه. حلو. انا بجد من الحاجات، من اهم الحاجات اللي اتعلمتها في الامتحانات، معايا الساعه قدامي، وانصحك ما تبقاش ساعه سمارت او ليها كونكشن بالموبايل، علشان ممكن ايه يقولك لا ده انت ممكن تغش منها فياخدوها منك. فاخد اي ساعه عاديه، ان كان انا كنت باخد ساعه اخويا، ساعه بابا، ساعه عاديه يكون فيها الساعه بس ما تبقاش سمارت، تمام؟ عشان احتمال انهم ايه يسحبوها منك، يقولك لا دي انت ممكن تغش منها فيسحبوها. فانا ليه اخليني في الامان؟ ماشي. طيب دخلت الامتحان، معايا ساعتي، معايا ادواتي، معايا ميتي، معايا كل حاجه، بسم الله الرحمن الرحيم. وداخل ايه قبل لجنه الامتحان بربع ساعه، انا قاعد في اللجنه بتاعتي قبل ما الامتحان يبدا بربع ساعه او نص ساعه، تمام؟ انا ماسك الورقه، ما تخليش، ركز، ما تخليش الوقت يسرح بيك. ازاي؟ امتحان كده، افر ورقه الامتحان، اكتب طبعا بياناتي الاول، افر ورقه الامتحان كلها. السؤال ده عارفه احله، السؤال ده عارفه احله، السؤال ده محتاج تفكير، محتاج تركيز اكتر، اعلم عليه بالرصاص. ايه ده السؤال ده ما عارفاه، حل على طول، حل على طول. السؤال ده مش عارفاه، اللي بعده. عارفه، حله. مش عارفه، اللي بعده. وبعدين ارجع، يبقى كده انا خلاص اول بصه في الامتحان خلصت كل الحاجه، وفريت ورقه الامتحان كلها وحليت كل الاسئله اللي انا عارفها ومتاكد منها 100%. طيب بعدين ارجع للسؤال اللي انا معلمه عليه بالرصاص، وكل ده انا واخده بالي من وقتي، تمام؟ ارجع للسؤال اللي انا معلمه عليه بالرصاص، افكر فيه، مش جاي. اديله دقيقتين تاني افكر فيه، مش جاي. خش على وده برضو واقف معايا، افكر فيه، اقعد افكر، ما تنحش على سؤال واحد واقعد فيه نص ساعه، لا شوفي الاسئله التانية، عشان لو ما عرفتش ده التاني غطيه. فاهمين؟ نبالانس، نوزن يا جماعه، تمام؟ ما نقعدش لا انا مش هحل السؤال ده، الوقت في وقت، انت متمسك بوقت دلوقتي، خلي بالك. انت داخل الامتحان تلم اللي تقدر عليه على طول، دك 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 كده، ما اقعدش اسرح، ما خليش الوقت يسرح بيا، ركز. عملت كل اللي عليك، خدت بالك من كل الملاحظات اللي انا قلت لك عليها. هعيد لك الملاحظات تاني. في الامتحانات اللي انت فيها دلوقتي لازم تحافظ على اكلك ونومك وعلاقتك بربنا، وكل تركيزك يبقى في المذاكره. نو سوشيال ميديا، نو. انت رايح صابح بكره عليك امتحان، لازم تحضر كل حاجتك اللي ممكن تحتاجها في الامتحان، ايا كانت ايه هي بقى، كل واحد على حسب احتياجاته. قلم، مسطره، استيكه، كل حاجه، علشان ما تقعدش تتشتت. معلش انا عايز مسطره، معلش انا عايز استيكه، ممكن ما اعرفش. احنا هنهزر، احنا في امتحان ثانويه عامه يا جماعه. تاني حاجة، وانت داخل لجنة الامتحان، والأهم في كل الخطوات اللي أنا بقول عليها دي، انت محافظ على ذكرك ودعائك. دعاء دخول، دعاء قبل الامتحان، دعاء دخول لجنة الامتحان، دعاء الخروج من لجنة الامتحان، دعاء تعثر الإجابة لو حاجة وقفت معاك. وهكتب لكم الأدعية دي كلها دلوقتي، كملوا معايا الفيديو للآخر. قلنا لغاية انت قبل الامتحان بيوم، قبل ما تنام محضر لبسك، محضر شنطتك وكل احتياجاتك. الصبح وانت رايح الامتحان تصحى بدري، تصلي الفجر، تنزل قبل ميعادك بساعتين، قبل الدبل على طول، تحسبا لأي حاجة ممكن تحصل في الطريق، ما تضمنش، وانت محتاج هدوء الأعصاب. انت في امتحانك مركز، انت في عالم لوحدك. حلو كده، اكون غطيت لك كل حاجة، واهم النصايح اللي مهمة جدا ما ينفعش تعدي على طالب ثانوية عامة. فعشان كده الدال على الخير كفاعله، ابعت الفيديو لكل اصحابك وكل دفعتك اللي في الثانوية العامة، شير الفيديو على الستوريز بتاعتك، عشان تاخد ثواب انك نقلت معلومة خير غيرك هيستفيد بيها. وما تنساش تعمل اشتراك في القناة عشان تشوف الفيديوهات الجاية، عشان زي ما قلت لكم انا هبقى معاكم ان شاء الله في كل مراحل حياتكم، يعني مرحلة الثانوية العامة، مرحلة اختيار الكلية، مرحلة الشغل، مرحلة الصحاب،
كل حاجة ممكن تتخيلوها. فإذا كنت مهتم بمحتوى القناة يشرفني جدا اشتراكك وانضمامك لينا. ما تنساش تعملي لايك واثبت وجودك القمر ده بكومنت، وهستنى اشوف كومنتاتكم. ولو في اي حاجه ابعتولي على الانستجرام، هسيب لكم اللينك واكتب لكم اسم الانستجرام بتاعي. انا مش عارفه ماسكه القلم ليه. ومن هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، وبتمنى لكم الخير وبتمنى لكم راحه البال والطمأنينة والنجاح، كل النجاح وكل الحب والسبورت ليكم. اشوفكم فيديو جديد على خير يا رب، وتفرحوني بكل حاجة حلوة ان شاء الله. هتوحشوني جدا من هنا للفيديو الجاي، وهسيبكم في امان الله.